رحلة البحث عن مواقع الجزء الثاني. مواقع اليوم راح تكون في العاصمة أبو ظبي. طلقنا مع الفريق من الصبح لأن الطريق مالتنا يراد له ساعة ونص. أول موقع كان جاليريا مول وكان كلش جميل وزحمة طول الوقت، بس للأسف ما عندهم ولا موقع متوفر، حرامات. طلعنا للموقع الثاني، بناية كلش حلوة من برا. دخلنا جوه، الموقع عملاق ومطل على جاليريا مول، بس صراحة الموقع مو كلش لمس قلبي. واحنا بدنا نمشي شفنا 3 بنايات بالمي كلش حلوين، وتقربنا عليهم وشكلهم كان مطعم مسكر. صراحة هذول لمسوا قلبي هواية، بس بعد ندور على صاحبهم حتى نأجرهم من عندهم. ننطلق للموقع الآخر، الريم مول. عندهم أكثر من موقع، عجبني هذا اللي مغلفيه باللون الأخضر، حجمه مناسب إلنا وموقعه مع باقي المطاعم، وبعدنا منتظرين نحصل من عندهم سعر. موقع الكورنيش المنظر مالته كان كلش حلو، وكان في مطعم في السابق، والمطبخ مالته كلش كبير كبير، بس بصراحة ما أشوف يابا يرهم مع باقي المطاعم اللي راح تكون بصفة. بعدها رحنا على موقع بنص الحديقة بنص الكورنيش. صراحة ما أعرف إذا أقدر أشوفكم إياه، بس حلو ويحتاج وقت يلا يكمل، وهم هنا منتظرين معلومات من صاحب المكان. وهسه راح ناخذ استراحة أبو مطعم. رحنا مطعم ثريفلز وكلنا هاي الملاعيب اليابانية كلش كانت طيبة، والموقع مالتهم يخبل، بلكي يسوون واسطة ونفتح يمهم. سؤال، أي موقع أنتم حبيتوا وتنصحوني نفتح يابا بيه؟ هذه الاختيارات اختاروا من عندها. في مال الله.